من لا يشعر بصمتك لن يفهم حديثك. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبائي في الله في قناة أمازيغ للطبخ. اليوم لدينا مثلثات محشية بالشوكولا وقطنية من أروع ما يكون. انظروا، ببيضة واحدة فقط نتحصل على 16 مثلثات قطنية ومحشية بالشوكولا. انظروا، شكلها جميل جدا. ونبدأ على بركة الله بهذه الوصفة بالمقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ بالمقادير على بركة الله. لدينا كأس من الحليب، دائما حجم الكأس 220 مليلتر، مع ربع كأس من السكر، حوالي 3 ملاعق كبيرة من سكر الحبيبات، وربع كأس شاي من الزيت، حوالي 2 ملاعق كبيرة من الزيت، وبيضة كاملة مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. أخلط الكل بهذا الشكل. أخلط الكل، ثم أقوم بإضافة كمية من الفرينة أو الطحين الأبيض حتى نخلط الكل جيدا. نضيف الطحين الأبيض ونخلط جيدا لمدة دقيقة بهذا الشكل. هذا هو سر نجاح هذه الوصفة. يجب أن نخلط في هذه المرحلة جيدا لمدة دقيقة، ثم نقوم بإضافة الفرينة أو الطحين الأبيض شيئا فشيئا حتى نتحصل على عجينة تلتصق قليلا فقط في اليد بهذا الشكل. تلتصق قليلا في اليد، ثم أغطيها بفيلم بلاستيكي وأتركها ترتاح مدة 45 دقيقة، ثم نرجع لكم. بعد مرور 45 دقيقة هذا هو شكل العجينة. أقوم بوضعها على سطح العمل. ثم أقوم بتقطيعها بهذا الشكل وأشكلها كرات بهذا الشكل. نبدأ نبسط الكرة الأولى بهذا الشكل باليد، أو يمكنكم الاستعانة بالحلال. أبسطها على شكل دائري بهذا الشكل، على سمك حوالي 0.5 سنتيمتر. الصورة توضح كل شيء. ثم أقوم بتقطيعها إلى مثلثات بهذا الشكل. نتحصل على 8 مثلثات، وفي الكرة الأخرى نتحصل على 8 مثلثات. الكل نتحصل على 16 قطعة ببيضة واحدة ونصف كأس من الحليب فقط. وصفة اقتصادية ورائعة جدا. ثم أقوم بوضعها فوق فيلم بلاستيكي أو كيس، وأتركها تخمر مدة نصف ساعة أو 20 دقيقة. أواصل
الكرة المتبقية بنفس الطريقة، أبسطها على شكل دائري. يمكنكم الاعتماد على الحلال أو فقط باليد على سمك 0.5 سنتيمتر، ثم أقوم بتقطيعها مثلثات بهذه الطريقة، ثم أتركها تخمر مدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها. بعد مرور نصف ساعة انظروا تضاعف حجمها بهذا الشكل. ثم أسخن الزيت في مقلاة، ثم نبدأ نضع المثلثات، والنار تكون قليلة أو متوسطة. انظروا شكلها جميل جدا. نقلبها حتى تأخذ لون وردي بهذا الشكل، خفيفة جدا. انظروا شكلها وفارغة في الداخل. أواصل الكمية المتبقية بنفس الطريقة. انظروا شكلها في الداخل. قطعت لكم واحدة لتروا النتيجة، خفيفة جدا مثل القطن ولا تتشرب الزيت أبدا. انظروا رائعة جدا. أواصل الكمية المتبقية ثم ننتقل للتزيين. ملأتها أولا في الداخل بنوتيلا أو شوكولا الطلي، لم أصور فقط الفيديو. ثم أزين بخطوط من الشوكولا أو النوتيلا بهذا الشكل. التزيين دائما يبقى اختياري، يمكنكم تركها كما هي أو ملؤها فقط بالشوكولا في الداخل. ثم أضيف كمية من المكسرات، أو يمكنكم رشها بالسكر المطحون أو السكر المطحون أو سكر الحبيبات، ترميدها في سكر الحبيبات. قلت لكم ملأتها أولا قبل التزيين، ملأتها أولا بشوكولا الطلي أو نوتيلا في الداخل بهذا الشكل. أقوم بثقبها ثم أملأها بالشوكولا. هذا هو شكلها النهائي، رائعة رائعة جدا. وصفة ناجحة 100%. سأقطع لكم واحدة لتروا النتيجة في الداخل، رائعة وخفيفة، وخاصة بالشوكولا ذوقها تحفة.
وأتمنى أن هذه الوصفة أعجبتكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى بإذن الله، وأحبكم في الله، وشكرا.